السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أنا معايا مش انتوا طبعا. صباح الخير يا جماعة، صباح الخير، مساء الخير، بأي حاجة اللي انتوا عايزينه، يعني تحت أمركم في أي حاجة. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهارده بقى عاملين ايه؟ النهارده الحقيقة أنا نزلت السوبر ماركت اشتري حاجات كانت ناقصة في البيت. خلصت السوبر ماركت، رجعت على البيت لقيت ماما كانت غفلتنا خلاص اساسا وعملت الفطار. تعالي بقى قولي لهم كده، انت عملتي كده قاعده ترفي قدام الناس كده، قولي لهم انت عملتي ايه. سلطه عاديه ولا سلطه؟ قطعيها زي ما بنقطعها عادي. لا صغيره يا نومه، مش كبيره. مساء الخير عليكم وكل سنه وانتم طيبين. طبعا بنقلي البصله، نجيب البصله. مش تقولي من الاول عملتي ايه؟ دخلتي في الشرح. نجيب البصله ونقليها، ما بنعمل بسله. بنعمل البصله ونقليها. طلعها بره دي. نجيب البصله ونقليها، وبعد كده نجيب اللحمه نشوفها كويس ونروح حطها على البصله. بعد ما تحمر البصله نفضل نقلب فيها مع فلفل اسمر مع ملح. تمام. اول ما تشرب الميه بتاعت اللحمه، تشرب الميه بتاعتها مع البصله، يعني بتتشوح بالمعنى الاصح. بعد ما نشوحها نروح قلب عليها الايه، اكننا بنحمر لحمه، نروح قلب عليها الطماطم وشويه فلفل اسمر تاني، ونغطيها ونوطي عليها لغايه ما تستوي على مهلها. الطماطم تتسبك مع اللحمه، تاخد سواها. بعد كده نروح تحطي البهارات طبعا، صح؟ البهارات حطيت الفلفل الاسمر وشويه والحبهان. انا بحب حبهان وبحب رشه قرفه. انا ما بحطش الحاجه دي ابدا النهائي. هي بتعمل كده، انا لا، عشان تبقوا عارفين اكل، انتوا عارفين الاكل ازاي. وبعد كده بروح حاطه على بعض كده. في اختلافات في الطرق. هم عارفين. لا انتوا بتحبوا البهارات، انا ما بحبش البهارات، دي حاجه بترجعني. فانا وبنعمل بعد كده هو بنسيبها تتسبك، الطماطم تتسبك مع اللحمه. اول ما تطلع الادام على الوش بتاع الطماطم نعرف انها اتسبكت، نروح مزودها شوربه او نزودها الميه لغايه ما تاخد غلوتين كده اللحمه مع في الطماطم في التسبيكه. نروح حاطه عليها البسله مع الجزر كده، يبقى عملنا ايه؟ البسله. ونروح مغطياها ونسيبها تستوي وبالهنا والشفا. بعد كده بنعمل رز بالشعريه، بنحمر الشعريه وبعد كده نقلب عليها الميه، وبعد الميه تغلي نروح حاطه عليها الرز ونقلبه تقليبه واحده ونكمله، وما نقدرش نقرب له خالص الا لما يتشرب خالص تقليبه واحده وخلاص. وقبل ما يستوي خالص تروح حاطه على الوش معلقه سمنه بلدي جميله. اهم حاجه بتاعت معلقه السمنه اللي بتعمل بالزيت، بس احنا بنعمل رز اصلا بالزيت بقى، عشان بس في الاخر هي ماما اللي بتحط معلقه السمنه. معلقه السمنه كده على الوش كده، زي كفايه تصلب شرايين. احنا اصلا مجلوطين خلقه، يعني المصريين اساسا مجلوطين خلقه، مش ناقصين سمنه. ما تسمعوش كلام يا جماعه في موضوع السمنه ده. لا انا مش برشح خالص موضوع السمنه. لا، الاهلي كده هيكسب بدعانا، من غير دعانا هيكسب. الاهلي ما بيخسرش، عشان بس ما نخسرش بعض في اللايف ده. الاهلي حديد. يلا ها بس فالاهلي كده كسبان ان شاء الله. هيلعب النهارده مع الهلال السوداني. لا مؤاخذه يا فيكي، بس احنا هنحط عليكم جامد النهارده ان شاء الله. يعني بعدين انت قاعده عندنا، يعني انت في ارضنا، يعني هتعترضي انت حره. بس خلاص. المهم يا جماعه، احنا النهارده عاملين بسله زي ما ماما قالت لكم، وعاملين رز بالشعريه، وعندنا النهارده لومه صديقتي معزومه عندنا على الفطار. هي جايه مخصوص عشان السمبوسه، فالسمبوسه هي على النار بقليها، وبعد ما نخلص يزي شكرا. المهم هنخلص الفطار وهلف لها شويه سمبوسه كده، وهعلمها لفه السمبوسه بعد الفطار، لان هي خايبه ما تعرفش تلفها. فانا مطلعه دلوقتي هي عجينه السمبوسه، بما ان عجينه الزهار مش موجوده في السوق. دي عجينه الزهار اللي انا بستخدمها دايما، فجربت هجرب حاجه تانية النهارده اسمها الكرامه. بصوا، انا فتحت كيس في السوبر ماركت قبل ما اجيبها، يعني فتحت علبه وحسيت ان عجينتها نفس اللون بتاعت الزهار. في التسويه بقى هتبقى هي او لا، مش عارفه بصراحه. ده اللي احنا هنعرفه كلنا مع بعض النهارده. بس هي بصوا نفس اللون، وحسيتها رقيقه كده من الجنب برده، عامله زي بتاعت الزهار. بس يعني كنت هتكلم انجليزي في النص مش فاهمه ليه، بس بحسها شويه فريش اكتر. يعني النهارده انا عملت الشوربه اللي بتغلي دلوقتي، برغم ان مقفول عليها، مش عارفه ازاي. يعني بصوا لو وريتها لكم، النار اهي مقفوله. بصوا النار مقفوله اهي، بصوا فوق، مش عارفه بتغلي كده ازاي الحقيقه. ده حاجه غريبه بالنسبه لي، بس تمام. انا طافيه عليها بقالي شويه. والسمبوسه اهي
بتاعت الست لومه بنقلها لها. وعملت النهارده جنب بقى البسله والرز بالشعريه اللي ماما عملتهم دول السمبوسه طبعا. وعملت شوربه شعريه. كان نفسي اعمل شوربه شعريه بالخضار زي المره اللي فاتت، بس للاسف ما عندناش كوسه وما ينفعش تعمل بجزر وبطاطس بس، فيعني لغيت فكره انها تبقى بالخضار النهارده. الشوربه اللي انت عملتيها وريني. ده بقى التمر هندي معمول في البيت، وده خشاف معمول في البيت برضه. شكرا يا ماما. يلا خدي ودي دول على السفره. وفاء طبعا جايه وجايبه معاها صينيه فراخ. ما احنا كل واحد فينا بيعمل حاجه وبنحط الاكل كله مع بعض. بالصواني زي عارفين زي مين؟ ديش زي بات بتوع الشرقيه اما طلعوا على القطر بالصواني. واحنا اصلا فاولادي بيطلعوا علينا بالصواني. بنقبل التبرعات عادي، يعني هي اي حد عايز يتبرع يجيب لنا اكل وهو جاي، احنا ما بنقولش رمضان لا. بالذات بنقبل التبرعات كتير قوي من ناحيه الاكل. وابتديت الحمد لله اتمرن قبل الفطار لمده ساعه يوميا. الساعه بقت فرقت معايا والله، حسيت ان انا خسيت شويه. وهنبتدي بقى نعيش الاجواء بتاعه الاكل الهيلثي الفتره اللي جايه ان شاء الله، علشان انا حاسه ان انا رمضان يعني جاي عليا بخساره. حسيت اصلا خدت شويه. نعمل شويه في السمبوسه كمان. اهلا يا ننوس، الله يخليكم، ميرسي يا حلوين. احمد مش هنا يا جماعه، احمد مشي، هو مستأذن النهارده. واحده تقف على واحد خف اهو من الفطار. ماما قالت لك يلا بالسلامه، فانا مستأذن النهارده قالت لي يلا بالسلامه. يا رب احمد ما تكون بتسمع ماما. لا يا حبيبي السلامه يا احمد، تعالى بعد الفطار. تعالى بعد الفطار. عشان تحكي الاكل النهارده. مش انت شحتي لي الاكل النهارده. مالوش نصيب ياكل من البسله. لومه كفايه كده كميه بتاعت السمبوسه ولا اعمل تاني؟ في طاسه تانيه على النار. لا تمام. كفايه؟ تاكلي كام واحده تقريبا على الفطار؟ تكفيكم واحده؟ ايوه عادي بنسال واحنا انت على صاحبتها الاكل. يا خلي بالك جماعه دي بخيله. والمصحف اول وداني يوم رمضان ما كنتش عامله كميه سمبوسه كبيره، اولاد اختي مش مسحوها. مسحوها، يعني بجد كانوا بيتخانقوا مع بعض على السمبوسه. فانا قررت ان انا اعمل تسعيره، كل شخص ليه 2 بس. ده الاذان ده يا جماعه، الاذان ده الاذان ده نفطر يعني. يو ماشي طلع الاذان يا جماعه. كل سنه وانتم سيبيها يا ماما مش دلوقتي، اصبري انا هقفل وبقيت تدخل تكسي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. 6/17 ده ميعاد الاذان صح؟ انا سامعاك. طب يا جماعه لو عندكم دلوقتي اي اسئله تخص البزله، بحب اقول بزله قوي، مش عارفه انا عارفه ان هي بسله بس انا بحب اقول بزله. المهم لو عندكم اي سؤال يخص البسله اكتبوا لي على طول في الكومنتات، هرد عليكم على طول. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. ولو عندكم اي طبخات عايزين نعملها الفتره اللي جايه، عايزين تشوفوني اعمل لكم حاجه، عندكم اي سؤال في تيب اند تريك تخص حاجه عملتها قبل كده، اكتبوها تحت الفيديو ده في الكومنتات وقولوا لي عايزين نعمل لكم ايه المره اللي جايه. اتفرجوا النهارده على حلقه الكبير عشان انا طالعه بصوا عامله دخول مفاجئ هيسبب حرايق. النهارده حلقه الكبير محدش يفوتها، انا مستنياكم ومستنيه رايكم طبعا على حلقه الكبير، ان شاء الله هتعجبكم جدا. مبسوطه والله ان انا اشتغلت قوي مع احمد مكي واحمد الجندي، لان انا اصلا بيك فان للمسلسل وبحب الكبير قوي جدا جدا جدا. واول ما عرضوا عليا الحلقتين النهارده حسيت انهم حلقتين مهمين، هيفرقوا في الراي العام جدا 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 جدا، هيوضحوا حقائق كتير جدا 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 تخص كل الناس المشاهير الفيك اللي احنا بنتفرج عليهم وادكتد ليهم. عايزين كلنا نشجع الناس اللي بتعمل محتوى هادف، الناس اللي بتبقى بتعمل محتوى كوميدي، لان حتى لو بيعملوا حاجه تضحك فكتر الف خيرهم ان هم بيرفهوا عننا في وسط اللحظات السوداء اللي بتعدي علينا يوميا. فاتفرجوا بليز على حلقه الكبير، هتعجبكم قوي 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 وهتكشف حقائق كتير قوي 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 قوي، لازم تتفرجوا النهارده عليها. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، بوسه كبيره، اشوفكم على خير.